أجدادنا قالوا يا إخوانا: لا تطلب الخير من أعدائك. مقولة مأثورة ممكن الكثير من حضراتكم يعرفها. لا تطلب الخير من أعدائك. القوى الغربية، الدول الكبيرة اللي تدعي أنها متحضرة، يحدثونك عن الحضارة، ويحدثونك عن حق الطفل، ويحدثونك عن حق المرأة وعن الحريات، حديث ولا أروع. في حين على أرض الواقع عندما يقتل الأطفال ويقصف المدنيين وتهد بيوتهم ويقطع عنهم الغذاء والدواء والطعام والوقود، كل عناصر مقومات الحياة عندما تغيب عن المدنيين تصم الآذان، يعملوا من بنها زي ما بيقولوا في مصر، محدش يسمعهم. الحديث شيء والواقع شيء، وده اللي حصل حضراتكم مع أهلنا المدنيين في غزة. الأطفال اللي ماتت وزهقت أرواحها، الأسر اللي أبيدت، اللي بيحصل يا إخوانا بعد مراجعة أنا صبرت كتير على ما أتكلم في الموضوع ده عشان أتأكد من الحقائق. إبادة جماعية لأهلنا في غزة، إبادة للأطفال، إبادة للنساء، إبادة للشيوخ، إبادة كاملة، قطع عنهم الغذاء والدواء والطعام. مناظر الأطفال وهي تقتل حاجة توجع القلب. ويحدثونك عن الحضارة، الكيل بمكيالين، سياسة إنك تقول حاجة وعند الواقع حاجة تانية. أطفال كتيرة راحت أرواحها، أسر كتير اتشردت، أسر كتير فقدت أرواحها. النهاردة أكثر من 2500 قتيل من الأطفال والنساء والشباب، أسر كامل محيت من السجل، ما بقاش وجود. أكثر من 12000 مصاب. جرائم ضد الإنسانية، مش هي دي الإنسانية اللي بتتكلمها عليها الدول العظمى؟ مظاهرات في كل أنحاء العالم تضامنا مع أهلنا في غزة. اللي بيحصل في غزة يا إخوانا جريمة ضد الإنسانية. قتل المدنيين وقتل الأطفال مرفوض في كل الأعراف ومرفوض في كل الأديان، لكن اللي بيحصل ده جريمة والحديث عنها مؤلم وموجع. أطفال صغيرة بتموت، ناس ملهاش ذنب، مدنيين ساكنة، من حقهم يعيشوا في سلام، مش من حقهم انهم يتعرضوا للقصف وتتهد بيوتهم وتروح حياتهم، مش من حق اي حد يعتدي عليهم. قطع الغذاء وقطع الدواء دي جريمة مكتملة الاركان، هذه جريمة ضد الانسانية، والتاريخ هيذكر ده، لان التاريخ ما بيرحمش. المعتدي الذي يبيح دماء الآمنين المدنيين اللي ملهمش ذنب في أي حاجة، ده عمل إجرامي متكامل. ربنا يكون مع أهلنا في غزة واللي بيحصل فيها جريمة ضد الإنسانية. ربنا يكون في عونهم، ووفقنا الله لما فيه الخير. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.